كده. بعد ما يبرد هنغطيه بالبلاستيك راب، او لو عندك طبق كبير يغطي الكميه دي كلها تغطيه وتحطيه في التلاجة مش اقل من 12 ساعه. بعد ال 12 ساعه هتلاقي الوش لوحده كرمش وعمل طبقه قشطه، زي ما اللبن لما بتدخليه التلاجة بيعمل طبقه قشطه من على الوش وكشكشت كده وبقى عامل زي القشطه زي الزبده. تاكلي معلقه رز بلبن خيال، بتوديكي في حته تانية خالص. لبن هنعمل رز بلبن يا جماعه زي الصناعيه بالظبط زي ما انتم شايفين كده، وبمكونات بسيطه جدا، مع انك انت بتكلفي وبتحطي مكونات كتير ولكن النتيجه ما بتطلعش معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. حاجات بسيطه جدا هنعملها مع بعض، مش هتتخيلي النتيجه دي جت من المكونات دي. طيب انا في البدايه هستخدم كوبايه سكر ممسوحه على 2 كيلو لبن على كوبايه رز ممسوحه زي ما انتم شايفين كده، والطبق دوت اللي فيه المكون السحري اللي هنبتدي نضيفه والفانيليا. اسمعيني كويس جدا لان الفيديو ده ما هو الا خطوات اكتر منها مقادير. طيب اهم حاجه، واحد، اللبن يكون لبن كويس جدا جاموسي فريش من عند لبان امين، تكون انت عارفاه وبتستخدمي اللبن بتاعه وعارفه ان هو بيطلع قشطه، لان اهم حاجه في الصنعه دي جوده اللبن. تمام كده زي الفل. اللبن ساقع وقبل ما اغليه هسوي في الرز، يعني انا هسوي الرز واللبن لسه ما غليش. الرز تاني حاجه ما تبالغيش في غسيله، ما هو شطفه بسيطه جدا عشان انا جايب رز سايب، ولكن لو انت جايبه رز مغلف ما تشطفهوش كده كده بيبقى نضيف، لان شطف الرز ده مش هيديني النتيجه اللي انا عايزها، يبقى الشطف الرز ما نبالغش فيه. طيب انا عشان اوفر معاكي في الخطوات هعمل حاجه بسيطه قوي هنا. ايه هي؟ في البدايه كده هو لسه اللبن ما غليش، هقعد اربه جيد جدا بالمضرب السلك، وزي ما حضرتك بتغلي اللبن وابتدي تقلبيه عشان يعمل معاكي الفوم. الفوم ده بيعمل معاكي ايه لما اللبن بيبرد؟ طبقه من القشطه. هي الخطوه كذلك مع الرز كده، هبتدي اقلب جامد جدا لحد لما يبقى فيه فوم كده، وبعدين الاقي اللبن غلي معايا ولسه الرز ما استواش خالص، هقوم قافل عليه الحله واسيبه. بعد ساعتين 3 ساعات ارجع له براحته خالص، هكتشف ان الرز امتص اللبن وقبع الوش واستوى. وانا كده وفرت عليكي مجهود كبير جدا ان انت تقفي على رجليكي وتقعدي تقلبي في اللبن زي ما كنا بنعمل زمان. كنت في فيديو عامله زمان بالطريقه بتاعه المحلات برضو. طيب انا هولع على الحله اهو بعد ما سبتها بالظبط ساعتين، وهنزل بكيس الفانيليا بتاعتي وهبتدي اقلب تقليبه، والتانيه درجه الحراره بتاعه الرز هتبتدي تعلى لان انا كنت سايبه. وهنيجي هنا بقى ل3 معالق كبار من الكريم شانتيه، او تجيبي كيس الكريم شانتيه اللي بيتباع عند البقال، وهننزل بكوبايه لبن ساقعه عشان ندوب الكريم شانتيه، وبعد ما ندوبه في اللبن الساقع هننزل بيه على الرز بتاعنا. وهنا هنيجي بقى خطوه بقى هنا يعني هنتعب فيها شويه، ان احنا هنبتدي نقلب بالمضرب السلك. التقليب هنا بعد ما الرز استوى هيعمل ايه يا ست الكل؟ هينزل النشا اللي موجوده على جسم الرزايه، فبالتالي اللبن هيتقل. فهمتي حضرتك كده؟ مش هنضيف نشا. والرز بعد ما استوى حطيت في اخر حاجه كوبايه السكر، ومعدل كوبايه السكر على 2 كيلو لبن كان بالنسبه لي معقول جدا، لو عايزه تزودي حضرتك زودي. فهمتي احنا هنا ليه بقى بنرب عشان النشا اللي على الرز ينزل في اللبن ويبتدي يمسك. ونعرف منين ان الرز والوصفه خلصت؟ هنلاقيه بدا يبقبق والرز قب على الوش. يعني احنا هنا يا شيفه ما بنحطش نشا ابدا، الرز بلبن مش بيتحط له نشا. انا ما بذمش في الناس اللي بتحط نشا، ولكن بتاع المحلات ما بيحطش نشا ولا ماده ربط نهائي. وزي ما انتم شفتوا النتيجه كان طالع كريمي وجوسي. ليه؟ لان ما فيش فيه نشا. لو حطيتي نشا هيقطم معاكي ويبقى يعني انا اسف اللفظ مجلمط. طيب غرفناه في البولات بتاعتنا، هنسيبه يبرد تماما خالص. لو انت عندك غطيان زي الفل، ما عندكش غطيان عندك الاطباق اللي موجوده في النيش بتاع في بيوتنا العاديه زي ما انت شايفه كده، بعد ما يبرد هنغطيه بالبلاستيك راب، او لو عندك طبق كبير يغطي الكميه دي كلها تغطيه وتحطيه في التلاجة مش اقل من 12 ساعه. بعد ال 12 ساعه هتلاقي الوش لوحده كرمش وعمل طبقه قشطه، زي ما اللبن لما بتدخليه التلاجة بيعمل طبقه قشطه من على الوش وكشكشت كده وبقى عامل زي القشطه زي الزبده. تاكلي معلقه رز بلبن خيال، بتوديكي في حته تانية خالص. طعمه جميل جدا. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله.